اول سؤال بتسأله دايما من اي حالة جديدة بتجيلي هو ايه افضل مشروب للتخسيس؟ يعني ايه المشروب اللي اخده دايما بعد كل وجبة؟ ايه ملك التخسيس من الاخر؟ فالنهاردة ان شاء الله هتكلم عن اهم مشروب من مشروبات التخسيس، واللي هيفرق معاك بشكل كبير جدا، واللي يستحق ياخد لقب ملك التخسيس عن جدارة، لان كل الاثبات اثبتت فعاليته، كل الانظمة وكل الناس مفيش حد ما بيرشحش المشروب ده. فالنهاردة ان شاء الله هعرفك ايه هو ملك التخسيس ده، هعرفك الجرعة المثالية، هعرفك الوقت المثالي، هعرفك موانع الاستخدام كمان، بحيث يكون عندك كل المعلومات الشامله عن ملك التخسيس ان شاء الله. بس قبل ما اقول لكم ايه هو ملك التخسيس، فاحنا نرجع نفتح السحوبات من جديد ان شاء الله. مع كل فيديو هننزله كل يوم حد وخميس هيكون في سحب ان شاء الله لمده ساعه، هنختار شخص هيفوز معانا بمتابعه نظام غذائي لمده شهر مجانا، وهنديله بن بيروت هديه لو الشخص من القاهره. فتابع الفيديو الاخر عشان تعرف ايه هي شروط السحب وازاي تشارك فيه. ملك التخسيس وعن جدارة وهو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر من أهم المشروبات اللي هيفرق معاك في رحلة التخسيس، واللي هيساعدك بشكل كبير جدا إن شاء الله، بجانب النظام الغذائي الصحي والرياضة. يعني الأساس طبعا هو النظام الغذائي الصحي اللي هتمشي عليه، والرياضة بجانب المشروبات اللي هتساعدك في زيادة معدل الحرق. فالشاي الأخضر رغم إن هو بيستخرج من نفس نبتة الشاي الأسود، لكن بيصنع من أوراق غير مؤكسدة، تمام؟ فالشاي الأخضر بيكون غني بمضادات الأكسدة وبالفينول، وده بيكون الاكثر فائده بالنسبه لنا. ده غير ان هو غني بالكاتيكين، غني بالكافيين، غني بالاليسيانين، ودول كلهم ليهم دور كبير في زياده معدل الحرق وفي تحسين الحاله المزاجيه وفي تقليل التوتر، فهيفرق معاك كتير جدا ان شاء الله. بالنسبه للوقت المثالي لشرب الشاي الاخضر وهو قبل الاكل بنص ساعه، تمام؟ ومفيش مشكله انك تشربه بعد الاكل بدل الشاي الاسود، لان هو فيه تانين قليل، فده كويس جدا وينفع تشربه، ما عندناش اي مشكله فيه. وكمان ينفع تشربه وقت الصيام متقطع، هيكون كويس جدا، بس طبعا ما تضيفش عليه سكر. فالشاي الاخضر افضل وقت ليه هيبقى قبل الاكل بنص ساعه، او بعد الاكل مفيش مشكله، او وقت الصيام متقطع هيزود معاك معدل الحرق ان شاء الله. بالنسبه للجرعه المثاليه فهي بتتراوح من كوب ل3 كوب في اليوم، يعني مفيش مشكله انك تاخده بعد ال3 وجبات الرئيسيه في اليوم، وهو امن تماما مفيش اي ضرر منه. لكن بننصح مرضى الكلى والكبد ان هم ما يكتروش منه ويلتزموا بالجرعه اللي احنا قلنا عليها دي. الطريقه المثاليه لاستخدام الشاي الاخضر وهي انك بعد ما بتغلي الميه بتسيبها لمده دقيقتين قبل ما تحطها على الشاي الاخضر، تمام؟ وبعد ما تحطها على الشاي الاخضر بتسيبه لمده 5 دقائق وانت مغطيه عشان المكونات بتاعته ما تتبخرش، تمام؟ وبعد 5 دقائق تشربه بالف هنا، تمام؟ وممكن تشربه اسرع من كده، لكن المهم انك ما تحطش عليه ميه مغليه، تمام؟ يعني ما تحطش عليه ميه مغليه ولا تغلي الشاي الاخضر مع الميه، تمام؟ لان ده بيفقد اهميته. احنا زي ما قلنا ان هو اصلا بيصنع من اوراق غير مؤكسده، تمام؟ يعني ما بيتعرضش لدرجه غليان عاليه ولا بيتعرض للتبخير، فانت ما تجيش تفقد الاهميه بتاعته، تمام كده؟ والاهم طبعا ان الشاي الاخضر لوحده عمره ما يساعدك انك تخس. يعني ما تروحش تاكل معجنات وبيتزا وحلويات وبيبسي وتلخبط الدنيا وتيجي تحلي بالشاي الاخضر وتقول ده هيحرق اللي انا اكلته. الكلام ده مش صحيح ومش هيحصل. فالنظام الغذائي هو الاساس، يعني انت تظبط اكلك كويس وتظبط الرياضه وتاخد المشروبات معاك، مفيش مشكله، هتساعدك شويه، لكن مش هي الاساس. الاساس هو النظام الغذائي. لو التزمت بالنظام الغذائي لوحده وظبطته كويس جدا، هو ده الاساس اللي هيخليك تخس بسهوله ان شاء الله. ودلوقتي وصلنا لفقره السحب. كل اللي تعمله عشان تدخل السحب انك تبقى عامل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد ونقدر نفيدك باستمرار ان شاء الله. الخطوه الثانيه انك تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك ونفيد اكبر عدد من الناس، تمام؟ والخطوه الثالثه انك تكتب تم في كومنت، تمام؟ وفي اخر الفيديو الجاي في شخص عشوائي هيفوز معانا من اللي طبقوا الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي، هيفوز معانا متابعه نظام غذائي لمده شهر مجانا ان شاء الله، وهنديله بن بيروت هديه لو هو من القاهره ان شاء الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتشغل الجرس عشان ان شاء الله كل حد وخميس هيكون في فيديو جديد الساعه 6، وهيكون في سحب مفتوح لمده ساعه. يعني كل اللي هيطبقوا الخطوات دي من 6 ل 7 دول اللي هيدخلوا معانا في السحب، الباقيين مش هيدخلوا معانا، عشان بس نكون وضحنا كل التفاصيل. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.